آرثر ده شاب غني وحيد بس على الله حكايته، وحياته دايما متهددة من أعدائه اللي طمعانين فيه. بس الدنيا بتتشقلب معاه لما بيأجر بنت روبوت عشان تحميه، وهو مش دريان إنها في الحقيقة بني آدمة لحم ودم، وبدأ يقع في دباديبها. الحكاية بتبدأ مع وريث الإمبراطورية الكبيرة المعلم آرثر، وهو بيستقبل كبير الخدم بتاعه في المكتب. كبير الخدم دخل عليه ومعاه بنت شعرها بينك، وقال له إن دي روبوت واسمها ماري. والظاهر كده إن بعد محاولات وتجارب كتير قدروا أخيرا يصنعوا الروبوت الحقيقي اللي آرثر كان طالبه بالاسم. آرثر انبهر جدا لما شافها، واتسطل أكتر لما لقى الروبوت شكلها حقيقي كأنها طبيعية. ورغم إنها باينة حقيقية جدا، آرثر شغل دماغ المفتش كرومبو وقرر إنه لازم يفحصها عن قرب قبل ما يحكم عليها. وفجأة الساعة اللي في الأوضة فرقعت وطلعت سحابة دخان زي أفلام الأكشن. مساعد آرثر جرى عليه بلهفة عشان يطمن عليه، والحمد لله طلع منها سليم ومفيش فيه خربوش. آرثر قعد يبص حواليه في الأوضة عشان يفهم ايه اللي هبرب ده، وفجأة عينه وقعت على حاجة لفتت انتباهه. أخد باله إن ماري ما اتهزتش ولا حتى رمشت وقت الانفجار، كأنها تمثال. آرثر اتجنن وانبهر بزيادة، ويادوب لسه هيفتح بقه ويعبر عن إعجابه لمح حاملة النظافة معدية من قدامه. قام موقفها فورا لأنها هي اللي بدلت الساعة الملغمة. الحراس ما ضيعوش وقت، مسكوها وسحلوها وهي عمالة تعيط وتتحايل عليهم وتقول لهم إن حد أمرها تعمل كده. آرثر شغل قدرات المفتش اللي جواه وبدأ يشاور على القتلة المأجورين اللي مستخبين حواليه عشان يخلصوا عليه. حراس آرثر طاروا في الهواء وبدأوا يكتفوا كل البلطجية دول، وفي اللحظة دي جات لآرثر وردة هدية، بس حتى الوردة دي كان مستخبي فيها سكينة عشان يتأكدوا إن آرثر هيودع. وده بقى السبب اللي مخلي آرثر كاره صنف البشر، لأنه مقتنع إنهم طماعين وهيدوسوا على أي حد عشان مصلحتهم. وعشان يتجنب وجع الدماغ مع البشر قرر يثق في الأشياء الجماد. وبصراحة كده كل عيلة آرثر بتكرهه طحن، لأنه ابن غير شرعي، وفي الآخر هو اللي وارث الليلة دي كلها. والكره الأعمى ده هو السبب اللي مخلي حياته دايما على كف عفريت. ماري فضلت واقفة زي الصنم في الأوضة، وآرثر قعد يهري في الكلام عن قد إيه هو بيكره الكدابين ومستعد يعمل أي حاجة عشان يمسحهم من على وش الأرض. وهو يا عيني ما يعرفش إن ماري دي مش روبوت ولا حاجة، دي بنت لعبة فنون قتالية زي النينجا. كل الحكاية إن ديون أهلها اتسددت، وعشان كده قبلت الشغلانة الخطيرة دي وإنها تعمل فيها روبوت خدامة. وفي اللحظة دي آرثر طلب يقعد لوحده مع الخدامة، وده رعب ماري وخلاها تترعش في سرها، لأنها خايفة إنها مهما مثلت إنها حتة حديدة آرثر هيقفشها في الآخر. آرثر قرب منها وشريط حياتها عدى قدام عينيها، لأنها عارفة إنها هتبقى شاورما لو آرثر كشفها. بس هي فضلت متخشبة ومستقيمة عشان تقنع آرثر إنها روبوت بجد. شخصية آرثر اتغيرت 180 درجة، وبدأ يرقص ويتنطط زي العيال الصغيرة، لأنه أخيرا لقى اللعبة اللي كان بيدور عليها. وتاني يوم كبير الخدم اللي هو الوحيد اللي عارف حقيقة ماري قال لها إنها لازم تبدأ توصل السيد الصغير للأكاديمية عشان حياته في خطر. ماري نزلت أكل في الساندويتش اللي كبير الخدم كان بيجهزه زي المفجوعة، لأنها ما بتعرفش تاكل غير لما آرثر بيدخل الحمام. خلصت نصيبها كله وراحت خطفه ساندويتش كبير الخدم وجريت بيه زي الراكون الجعان. كبير الخدم قعد يدعي إن ماري تفضل في أمان، لأنهم هيروحوا في داهية لو آرثر عارف إن ماري بتمثل أكتر حاجة هو بيكرهها. ولما جه وقت المدرسة السواق اتأخر أقل من ثانية، بس أخد حتة توبيخة محترمة من السيد الصغير. وهم في طريقهم للمدرسة آرثر قعد يحكي لماري عن جدوله وترجاها تمثل إنها إنسانة طبيعية عشان تقدر تدخله المدرسة. ماري وافقت على الكلام ده، ولما كانت لوحدها خبطت غصب عنها في ولدين واعتذرت لهم فورا، بس الولدين مرضوش يقبلوا الاعتذار وبدأوا يلقحوا عليها بالكلام ويتريقوا على شكلها اللي عامل زي الروبوت. ماري متضايقتش خالص لأنها واخدة على الكلام ده من وهي عيلة بضفاير. أمها كانت دايما بتهزقها عشان هي بنت باردة ومفيش فيها ريحة المشاعر، وماري كانت واقفة في وسط المعمعة دي لحد ما آرثر ظهر. الولدين أول ما شافوا آرثر خدوا ديلهم في أسنانهم وجريوا، وماري شكرت آرثر على الفزعة دي، وهو طبطب على راسها وقال لها إنه شايف وشها الخالي من المشاعر ده كيوت قوي. ماري بالعافية قدرت تخبي فرحتها بالكلمتين دول، لأن دي تقريبا أول مرة حد يقول لها كلام حلو كده. وفي وقت لاحق من اليوم ده آرثر عمل اجتماع مع أخوه ماينرد، والاتنين قعدوا يبتسموا ويسلموا على بعض قدام الناس، بس من جواهم كانوا بيلعنوا سنسفيل بعض. ماينرد كان يتمنى الأرض تنشق وتبلع آرثر عشان يورث هو، وطلع في الآخر إن الأخ الحنين ده هو واحد من اللي بيبعتوا قتلة عشان يخلصوا على آرثر. ماري قدرت بسهولة تلقط الحوار التخاطري اللي بيدور بينهم في السر، واستنتجت إنهم قريبين من بعض، رغم إن ماينرد دايما بيدور على طريقة يبعت بيها آرثر للدار الآخرة. ماينرد عمل نفسه رايح الحمام، وأول ما طلع من الأوضة بدأ يبرطم ويطلع غلة على فشله في إنه يخلص من أخوه، وهو ما يعرفش بإن ماري واقفة وراه.
وماينارد كان هيعملها على روحه من الخضة لما ماري اتكلمت. ماينارد سألها انت مين يا بت؟ وردت عليه بكل برود انها روبوت خدامة. ماينارد قرب منها عشان يتأكد، وزي أرثر بالظبط اقتنع ان ماري دي حتة خردة مش إنسانة. ماري قالت لماينارد انها تقدر تعمل حركات بشرية زي انها تبتسم مثلا، وراحت عطياه ابتسامة مرعبة زي بتوع أفلام الرعب، خلت الواد يطير من قدامها. بعد كده ماري دخلت أوضة أرثر عشان تتفاجئ بطلب غريب منه، طلب منها ينام على حجرها وهي وافقت. وهو نايم على حجرها فضفض لها وقال لها انه عايز يبقى اقوى لانه وحيد وكل الناس واقفه ضده، وماري فاجئته وقالت له انه يقدر يعتمد عليها، واكدت له انها هتفضل واقفه جنبه وفي ظهره مهما حصل. وش ارثر نور من الفرحه والراحه لما سمع الكلمتين دول. شكر ماري على وقفتها دي وراح في سابع نوم على حجر البنت. بصراحه كده ماري بدات ترتاح لارثر وخدت عهد على نفسها تحميه زي ما هو حماها، بس هي لسه متدبسه في كدبتها عليه. وبعد كام يوم ارثر كان بيجهز عشان يحضر محاضره مدتها ساعتين بالليل، وفي لحظه التاكسي اللي هيوصله وصل، وارثر ركب من غير ما يفكر والتاكسي مشي، وماري فضلت في البيت. وبعد ثواني بالظبط من مشي العربيه الاولى عربيه تانية وصلت، والسواق بيقول انه جاي ياخد ارثر. كبير الخدم اتفزع لما شاف المنظر ده، ولما لف وراه لقى ماري فص ملح وداب. ماري حست ان في حاجه غلط وطلعت تجري ورا العربيه زي اي روبوت طبيعي. وطلع ان ماينارد هو اللي ورا خطف ارثر، وارثر كان متكتف جوه العربيه. ماينارد قعد يضحك ويقول انه اخيرا فقد اعصابه بسبب خدامه ارثر المستفزه دي. ماينارد قال لارثر انه كان لازم ينقي خدامته احسن من كده، وانه هياخد فرصه تانية في الاخره لانه هيخلص عليه دلوقتي. وفجاه ماري نزلت بالباراشوت على سقف العربيه وقالت له بكل برود انها جات تاخده. ماينارد اتخض وقال للسواق يدوس بنزين على الاخر لان ماري دي روبوت وما بتتهزرش. السواق قعد يحدف يمين وشمال باقصى سرعه عشان يوقع ماري من على العربيه، ونجح فعلا. ماري نطت من العربية بس ما بطلتش جري وراهم، وفي لحظة أرثر لقى نفسه في مخزن مهجور وماينارد ياوي يخلص عليه هناك. ورغم إنه على وشك يموت أرثر كان كل اللي شغله هو ماري. ماينارد قعد يضحك بهستيريا لأنه متأكد إن ماري تهرست حتت لما وقعت من العربية. أرثر قال لماينارد إنه عمره ما هيسامحه على أذيته لماري، بس ماينارد قعد يتريق عليه لانه عامل فيها روميو مع حته روبوت. ماينارد كان عايش اللحظه ومبسوط لحد ما فجاه سمع صوته بيشتغل في الخلفيه. ده كان تسجيل ليه وهو بيهدد انه يخلص على ارثر، وده خلاه يركز وامر رجالته يفتشوا جيوب ارثر. لقوا تليفون في جيبه وده صدم ماينارد، وسال ارثر امتى سجل الحوار ده، وارثر كشف له عن جهاز التصنت اللي كان لازقه في بدلته. ارثر قال له ان الملف اتهبد على الكلاود السحابه، وفكروا باللي هيحصل لو الفيديو ده اتسرب. ماينارد اخد ديله في اسنانه وقرر يخلع من المخزن بحجه انه رايح يشوف حاجه، وساب رجالته مع ارثر. الاتنين بلطجيه كانوا بيستعدوا يخلصوا على ارثر، وفجاه ماري دخلت الاوضه وروقتهم ترويقه تمام. الاتنين قدروا يهربوا بجلدهم من المخزن، بس اضطروا يجروا على رجليهم لان العربيه اختفت. ماري فكت رباط ارثر، بس قبل ما يلحقوا يزغرطوا البنزين اللي كان مكبوب على الارض ولع بسبب عقب سيجاره كان مرمي، ده خلى الاتنين محبوسين. بس ماري بدات تدور على اي خرم يهربوا منه لان ارثر كان هيفطس من الدخان. لقت فتحه قريبه من السقف وقالت لارثر انها هتزقه يطلع، بس هي مش هتقدر تهرب معاه. ارثر مرضاش ان ماري تضحي بنفسها عشانه، ولما حست انها هتموت قررت اخيرا تعترف لارثر بمشاعرها. ماري قالت لارثر انها بتبقى في قمه سعادتها وهي معاه، بس رجعت طمنته وقالت له انها هتعيش ومش هتموت في الحريقه لانها روبوت، وقالت له انها ممكن تعمل ريستارت اعاده تشغيل عادي. ولما ارثر سمع كده ساب ماري تزقه بره المبنى وهي فضلت محبوسه جوه. ماري في الاخر اغمى عليها من الدخان، بس لما فاقت لقت نفسها في القصر وارثر قاعد جنبها. طلع ان ارثر اتصل بكبير الخدم عشان ينقذ ماري، وهو وصل في الوقت المناسب. فجأة أرثر قال لماري إنه عنده سؤال عايز يسأله لها. ماري وكبير الخدم كانوا هيطبوا ساكتين لما سمعوا الكلمة دي لأنهم عارفين السؤال اللي هيسأله، بس المفاجأة إن أرثر سكت وقرر يكمل لعب معاها في حوار هي روبوت ولا إنسانة. بعد كده أرثر بدأ يجهز عشان يستقبل شوية بهوات كبار في قصره لأنه عامل حفلة في الجنينة. أرثر قال لماري إن الحفلة دي مهمة جدا لأن أبوه ساب له مسؤولية الاستضافة وهو مسافر في شغل. ولما عرفت قد إيه الحفلة دي مهمة، ماري حلفت لأرثر إنها هتنظف المكان من أي دبانة ممكن تبوظ الحفلة. بس أرثر قلبها إنه مجهز لها مهمة مصيرية أكتر من كده. ولما سألته إيه هي المهمة اتفاجأت إن أرثر عايزها تلم كل الفلفل الأخضر اللي في الأكل لأنه ما بيحبوش. وفي لحظة 2 من العيلة كارل وشارلوت وصلوا الحفلة، وأرثر كان بيعمل
بتعملهم بياغورت وعسل، وده خلى ماري تلف حوالين نفسها لأنها فاكرة إن العيلة كلها متخانقة مع آرثر. بس كبير الخدم روي قالها إن الاتنين دول حبايب آرثر وفي صفه. وهم بيتكلموا شارلوت قالت لآرثر إنها شايفة وشه منور ومبسوط وشكله وقع في الحب، وسألته إيه السر، وآرثر بكل فخر قدم لعمته الروبوت القمر اللي لسه شاريه. شارلوت قررت تفحص ماري من قريب، ولما ماري لقت الست دي بتبحلص لها قوي افتكرت انها اتكشفت، وعشان الست ما تشكش في حاجه روي سحب ماري من ايدها وقال لها يلا يا بت على المطبخ اغسلي المواعين. ماري استعرضت عضلاتها وشالت كومة صواني كلها مره واحده عشان تبين انها وحش، وعملت نفس الحركه مع الكوبايات الازاز عشان تبيع لهم فكره انها روبوت بجد. قط شارلوت كانت هتكسر الكوبايات، بس ماري لقطت القطه في الهوا وخلت الكل يسقف لها من الانبهار، وبما انها ماسكه الامن كمان كانت بتلف تلم الفلفل الاخضر زي ما آرثر امرها. وبعد شويه ماري قفشت واحد غريب بيحاول يتسلل للقصر، وراحت عاطيه شارلوت في دماغه وجابته الارض، وشغلت دماغها وقالت اكيد الواد ده مش لوحده، وقررت تعمل مسح للقصر عشان تتاكد ان مفيش مصايب تانية. وهي ماشيه في ممرات القصر حد طلع لها من وراها وحاول يهاجمها، بس هي لفت وعملت معاه الجلاشه، ليطلع في الآخر إنه المعلم آرثر بتاعها أخدته على أوضته وخلته ينام على حجرها. آرثر قعد يشتكي من تعب الحفلة وإنه خلاص جاب آخره، وعشان تريحه قعدت تلعب في شعره، وفجأة آرثر قام وشدها ليه، قرب منها قوي كأنه هيبوسها، وبعدين قال لها شكرا. ماري وشها جاب ألوان وفراولة، وعشان ما تسيحش في مكانها قامت وقالت لآرثر إنه يقدر يرجع الحفلة بما إنه صحصح وبقى زي الفل. آرثر حاول يتحايل عليها تقعد معاه شوية، بس هي قالت له إنها متبمجة ترجع تكمل شغل الحفلة. سابت الأوضة وهي ما تعرفش إن شارلوت وقطتها الرزلة حاطينها تحت الميكروسكوب وشاكين فيها. ماري رجعت الحفلة وهي مش على بعضها بسبب اللحظة الرومانسية اللي عاشتها مع آرثر. كسرت كوباية إزاز وهي بتشيلها وكبت مية على روي. روي اتعصب من غبائها ده وطردها من الحفلة. ماري مشيت وهي زعلانة ومقهورة، وقعدت تأنب نفسها إنها تجيب العار لآرثر لو فضلت تخرف كده. وهي ماشية في متاهة الجنينة لقت متسلل بيزرع قنبلة عشان يطير بيها آرثر. ماري ما ضيعتش وقت، نزلت فوق الواد ضرب وعجن، وأخدت منه جهاز التفجير ودغدغته، وما سكتش على كده، راحت عاطية الواد شالوت طيرته من المتاهة ووقعته في وسط الحفلة. المعازيم اتفزعوا لما شافوا المنظر ده، وماري لقت كل العيون بتبصلها. المعازيم قعدوا يزعقوا ويقولوا ان الروبوت باظت وبقت خطر على البشرية. ماري وقعت على الأرض من الصدمة وافتكرت إنها بوظت الحفلة خلاص، بس في اللحظة دي آرثر ظهر من وراها ومسكها وقال للمعازيم ما تخافوش، ماري بس كانت بتتصرف مع واحد بلطجي كان ناوي يفجرنا كلنا. نظرة المعازيم اتغيرت 180 درجة وبدأوا يسقفوا لها ويهيصوا. شارلوت وكارل كانوا منبهرين جدا من ثقة آرثر العامية في خدامته، وفي نفس الوقت ماينارد كان واقف على السطح بيشتم ويلعن في ماري لأنها بوظت خطته إنه يبعت آرثر يشم ريحة الجذور. بس هو لسه مصمم يفضل ورا آرثر لحد ما يخلص عليه. بعد الحفلة بالليل ماري قلعت لبس الشغالة ولبست فستان قمر عشان تقابل آرثر في البلكونة. ماري اعتذرت له إنها بوظت الحفلة، بس هو طمنها وقال لها إنها عملت شغل عالي وإنه مبسوط لأنها حتى شالت الفلفل الأخضر. وهم بيتكلموا آرثر فجأة سألها هي بتشتغل بإيه، وعشان ما تكشفش نفسها قالت له بكل هبل إنها بتشتغل بحجارة قلم دبل إيه. وآرثر اللي واخد جايزة أكتر واحد بيضحك عليه صدق كدبتها دي وراح شددها وبايصها من راسها. الحركة دي صدمتها وزقت آرثر وطلعت تجري تستخبى في الصوبة الزجاجية عشان تستوعب اللي حصل ده. مقتنعة إن آرثر خلاص عارف إنها إنسانة وهي ميتة من الرعب، كان روي واقف بيراقب الموقف من بعيد. تاني يوم الصبح ماري حاولت تعمل نفسها مش واخدة بالها وهي بتشوف شغلها، وقدمت لآرثر الفطار وهو بيصبح عليها وهي مش عارفة ترد. آرثر لاحظ ده وكان هيموت ويسألها هي إنسانة ولا لأ، بس مسك نفسه عشان يختبرها وتخليها تفقد أعصابها وتتعصب. حاول يلمسها تاني بس هي نطت لورا عشان تبعد عنه. آرثر ما كانش ناوي يجيب ورا وفضل يمشي وراها زي ظلها ويلمسها عشان يشوف رد فعلها. ماري فهمت اللعبة دي وبدأت تتهرب منه، بس هو لازق لها ومش مديها فرصة تتنفس. حاولت تعمل فيها روبوت محترم بس الحوار ده ما نفعش معاها. فجأة روي نادى ماري في مكتبه ورفدها. ماري سألته ليه. روي قال لها إن آرثر خلاص حاطط عينه عليها ولو ما خدوش بالهم هيكتشف الحقيقة، بس روي كمنها إنه هيظبطها وهيديها كل اللي محتاجاه بس لازم تختفي. ماري حاولت تقنعه بس هو قال لها إن آرثر اتعلق بيها وهيبقى صعب عليها تكمل في الكدبة دي فالأحسن تمشي. آرثر جاب بديلة ليها وقدمها على إنها روبوت متطور وسماها ماري 2 عشان يوفر على نفسه. بعد شوية آرثر قابل ماري 2 ورغم إنها مليانة أسلحة ومعدات دمار شامل ما كانش مبهور بيها خالص. ماري القديمة كانت زعلانة إنها هتمشي بس ملهاش حيلة. ماري 2 حاولت تقلد ماري القديمة وقعدت آرثر على حجرها
بس كانت هتطرشه لما شغلت مزيكا بصوت عالي جدا في ودنه. ده خلى أرثر يقفل منها أكتر. ولما ماري كانت ماشية قالت لروي إنها هترجع طقم الخدامة لأنها مش عايزة تحتفظ بحاجة تفكرها بوجع القلب. وفي اللحظة دي أرثر طلع من البيت واتصدم لما لقى ماري بتطرد. أرثر قال لماري إنه مش هيرتاح مع أي خدامة غيرها. وفجأة ماري 2 طلعت من البيت واعتبرت ماري خطر يهدد الأمن القومي. خناقة ضربت نار بينهم، وفي النص ماري 2 كانت هتتفوق، ويا دوب ماري 2 هتقضي على ماري أرثر نط في النص وأكل الضربة بدلها. ده خلى ماري تطلع نار من ودانها، وراحت عاطية ماري 2 شلوت دغدغها وقالت لها انت ما تستاهليش تبقي خدامة تحمي أرثر. أرثر جري على ماري وشالها وقالها إنه عايزها تفضل جنبه طول العمر. بعدين ماري عرفت إن ماري 2 اتصلحت واتعمل لها أبديت سوفت وير وهاردوير. روي قالها إنهم هيشتغلوا مع بعض عشان يحموا أرثر بجد. وبعد كده ماري وماري 2 تعاونوا مع بعض ونفخوا 2 قتلى مأجورين بعتهم ماينرد. ماينرد كان هيطق من الجنان في مكتبه لما عرف إن رجالته فشلوا تاني. بعدين ماري 2 راحت تشحن بطاريتها وادت فرصة لماري وأرثر يخلوا ببعض. أرثر طلع حجارة قلم دبل ايه، وبما إن ماري قالت إن ده أكل عيشها طلب منها تشحن نفسها، وعشان تكمل الكدبة ماري حطت الحجارة في بقها. وكالعادة أرثر الطيب صدق إنها بتشحن. بعدين روي نصح أرثر ياخد أجازة عشان شكله مهنج وتعبان. أرثر سمع الكلام وقال لماري تشغل وضع الحبيبة جيرلفريند مود لو عندها الأوبشن ده. ماري لقت نفسها متدبسة وخرجوا مع بعض في ديت موعد غرامي. ماري حاولت تعيش الدور وقالت لأرثر إنها بتحبه قد البحر وسمكاته. الكلمتين دول طيروا برج من عقله، وقال لها تناديه باسمه حاف من غير ألقاب. ماري وافقت وشافت إنها لازم تتصرف زي العشاق الطبيعيين لو عايزاه يقتنع إنها حبيبته بجد. لقطت 2 كابلز عشاق من بعيد وحاولت تقلد حركاتهم، بس كانت هتكسر دراع أرثر وهي بتعمل كده. بعد العك ده قعدوا ياكلوا آيس كريم. ماري أكلته، ولما جه الدور عليه يأكلها راح حاطط حجارة في بقها. الناس اللي بتتفرج اتفزعوا من المنظر ده وافتكروهم مجانين هربانين من العباسية. ماري وأرثر فضلوا ماشيين ورا الكابلز الغلابة دول عشان يتعلموا الرومانسية بتتعمل ازاي. أرثر لمح مراكب في النيل النهر واقترح يركبوا مركب، بس ماري فكرته إنها روبوت وهي في الحقيقة بطة بلدي وما بتعرفش تعوم خالص. بس أرثر صدق إنها هتصدي لو نزلت المية. أرثر كان هيتجنن لمجرد التفكير إن ماري تبوظ وتترمي في الخردة. ماري شافت الكابلز بيدوا بعض هدايا، راحت قطع ورقة شجر وعطتها لأرثر كهدية، وبدل ما يقلب وشه أرثر فرح بالهدية وقال إن المهم إنها من قلبها. كملوا تمشية في الحديقة، ولما أرثر لقى العشاق ماسكين إيدين بعض طلب يمسك إيد ماري هو كمان. ماري ما كانش قدامها حل غير إنها تمسك إيده، بس وهي ماسكاها كانت خايفة إنها عمرها ما هتبقى ليه بجد لأنها مجرد خدامة وكل ده تمثيل في تمثيل. بالليل راحوا الكنيسة وأرثر قال لماري إن أهله كانوا دايما بيجوا هنا، وقال إن أهله ليهم ذكريات ياما في المكان ده. وفجأة أرثر طلب يبوسها، وده كان هيدخلها في غيبوبة من الخضة لأنها متوقعتش كده، بس هي عارفة إنها ما تقدرش ترفض لأنها شغالة على وضع الحبيبة دلوقتي. ويدوب لسه هيبوسها ماري لمحت حاجة بتلمع فوق الكنيسة، ده خلاها تفوق وتلقط هجوم بسكينة جاية عليها، فراحت زقة أرثر بعيد. ماري ركزت مع المهاجم وقالت لأرثر يثبت مكانه لحد ما تروق للواد ده. ماري طلعت السطح لقت القاتل نوح مستنيها، وقفوا قصاد بعض ونوح سألها هي دي حبيبة أرثر بجد؟ ماري قالت له لأ، أنا مجرد الخدامة بتاعته. ماري طلعت تجري على نوح عشان تديله علقة، بس نوح طلع زقب وعمال يفادى ضرباتها بسهولة. نوح قال لها بطلي تمثيل، أنا عارف الحقيقة. ماري كملت هجومه وقالت له علاقتي بأرثر دي ما تخصكش يا حشري. فجأة ماري سمعت صوت قطر وده شتت انتباهها، فنوح استغل الفرصة ووراها سرعته الجبارة ووصلها في ثانية. ولما بقى وراها قال لها كل اللي بتعمليه مع أرثر يخصني لأني وقعت في حبك يا قمر، وراح زقها من على السطح. بس قبل ما تدشرم على الأرض أرثر لقطها. ماري رجعت بسرعة لوضع الروبوت واعتذرت لأرثر إنها قصرت في شغلها كحبيبة وبودي جارد. أرثر ما زعلش خالص وراح بايسها من خدها وقال لها إنه هيبوسها بجد المرة الجاية لما تشغل وضع الحبيبة. ماري كدبت بسرعة وقالت له إن الوضع ده بيسحب بطارية كتير وما تقدرش تشغله عمال على بطال. الكلمة دي كسرت قلب أرثر وراح متصل بروي عشان يجي ياخدهم بالعربية. تاني يوم في الفصل ماري لسه بتفكر في المصيبة اللي اسمها نوح، وفجأة دخل الفصل وتقدم للطلبة على إنه طالب جديد.
ماري اتصدمت صدمة عمرها وهي ما تعرفش ان نوح ده شغال لحساب ماينرد. ماري طلعت تجري من الفصل عشان تلحق تحذر أرثر قبل ما الدنيا تولع، بس نوح طلع لها زي الخازوق في السكة والاتنين مسكوا في بعض تاني. المرة دي نوح مسح بكرامتها الأرض وهو عمال يتغزل فيها ويقول لها بحبك. ماري فهمت على طول إنها واقعة مع واحد مختل عقليا. نوح زود الطينة بلة وقال لها إنه جاب لها هدية، وراح مطلع لها كل السي في بتاعها والملفات اللي تفضح كدبتها. ماري اتزنقت واضطرت تسأله طلباتك إيه يا عم الحاج؟ نوح ابتسم وقال لها عايزنا نبقى سمنة على عسل. وفجأة أرثر دخل عليهم وهو بيطلع نار وقال لنوح انت بتهبب ايه مع الخدامة بتاعتي؟ نوح بسرعة فكر ماري بالصور والفضايح اللي معاه، وعشان تداري على الفضيحة ماري كدبت على أرثر وقالت له انا بس بحاول اصاحبه وابقى فريش معاه. الكلام ده عصب أرثر أكتر وطلب يعمل مبارزة مع نوح واللي يكسب ياخد ماري. نوح وافق من غير فصال، وفي اللحظة دي شوية علماء من المدرسة كانوا بيجروا ورا 7 فرخات تجارب هربوا منهم، فنوح اقترح إن التحدي يبقى مين يمسك فراخ أكتر. أرثر وافق وماري أخدت نفس عميق عشان حست إن أرثر ممكن يكسب. أرثر نزل الساحة وبحنانه وطيبته قدر يلم 3 فرخات في ثواني. ماري طلبت تساعده بس هو رفض وقال لها أنا اللي هحميكي المرة دي. نوح بقى شغل دماغ الصياع وخلى البنات صحابه يكلموه لو شافوا أي فرخة. نوح لقى 3 فرخات بس استخدم العنف عشان يمسكهم، وفي لحظة حاسمة وقفوا هما الاتنين قدام آخر فرخة اللي هتحدد مين الكسبان. الفرخة طلعت تجري وماري حست إن أرثر هيخسر لو ما اتدخلتش، فطلعت فوق شجرة عشان تكشف له مكان الفرخة، بس اتزحلقت وقعت في البركة اللي جنبهم. أرثر كان قدامه يمسك الفرخة بس طنشها ونط في المية عشان ينقذ الخدامة بتاعته اللي ما بتعرفش تعوم. أرثر طلعها من المية زي الفارس النبيل، ورغم إنها كانت عاملة فيها مغمى عليها أرثر قال لها في ودنها إنه محتاج لها. ماري فتحت عينيها وفكرته بالتحدي، وفجأة نوح ظهر وفي إيده الفرخة الأخيرة، وكل الناس قعدت تسقف لها إنه كسب. بس نوح رفض الفوز وقال إن أرثر هو الكسبان لأنه ساب التحدي عشان ينقذ خدامته. بعد كده نوح أخد دور برد محترم وبقى هو اللي محتاج حد يمرضه، وعشان يعتنوا بصحة أرثر روي جاب لماري الشنطة اللي أرثر كان بيستخدمها لما بيمرض. ماري ما بصتش في الشنطة الأول، بس لما شافت حالة أرثر الصعبة قررت تفتح الشنطة. اتصدمت من اللي شافته جوه بس لبسته وراحت أوضة أرثر. أرثر كان هيجيله سكتة قلبية لما شاف ماري لابسة لبس ممرضة وما قدرش يصلب طوله. ماري ما رحمتوش وزقته على السرير وعاشت دور الممرضة بضمير. لقت إنه عرقان فقالت له يغير هدومه عشان تمسح له جسمه. هو وافق، بس ماري اتصدمت لما شافت جسمه. ظهره كان كله ندبات وعلامات ضرب، وهو قالها انه اخد الضرب ده وهو صغير. ماري قلبها وجعها عليه وحضنته جامد، والحضن ده عمل لأرثر ايرور في دماغه. بعد كده شوية قتلة راحوا القصر بعد ما وصلتهم إشاعة ان أرثر بيفرفر. كانوا ناويين يخلصوا عليه، بس ماري عملت لهم كمين ونفختهم. واحد منهم حاول يتسلق شباك أرثر، بس ماري طلعت له زي العفريت وزقته. ماري نيمت أرثر واعتذرت له على الدوشة، بس أرثر شكرها وقال لها إنه مبسوط إن في حد معاه. في الناحية التانية نوح قابل ماينرد في مخبأه السري المرعب واداله تليفون أرثر اللي قدر يلطشه منه. أول ما ماينرد مسك التليفون دغدغه عشان يتأكد إن أي دليل يدينه إنه كان بيبعت أرثر للآخرة اتمسح. نوح قال له بما إن الدليل اختفى يقدر يخلص من أرثر براحته من غير ما حاجة تلزق في ماينرد. بس ماينرد المريض النفسي طلب من نوح يجيب له أرثر حي عشان يخلص عليه بإيده. بعدين مدرسة أرثر عملت حفلة عيد تأسيسها وطلبوا من الطلبة يلبسوا أي لبس تنكري أهبل. في الحفلة ماري وقفت حراسة بلبس الخدامة بتاعها. أرثر راح لها وبكل حنية عطاها كبشة حجارة دبل إيه وقال لها إنه عايزة تتبسط في الحفلة هي كمان. الاتنين كانوا عايشين لحظة هادية لحد ما نوح نطق بوشه الكئيب ولبسه الغريب. قعد يلزق في ماري، وقبل ما أرثر يتعصب ويقوم يعجنه واحد من مسؤولين المدرسة راح لأرثر وقال له إنه عايزه في حوار. في نفس الوقت نوح استأذن بحجة إنه رايح يطفح. ماري حاولت تخلي عينها على نوح لحد ما أخدت بالها إن في طلبة كتير لابسين نفس لبس دراكولا المعفن بتاع نوح، وهنا فهمت إن نوح بيخطط لمصيبة وكلمت روي عشان يحدد مكان أرثر بجهاز التتبع اللي في هدومه. في الوقت ده المسؤول كان ودى أرثر لنوح لأن نوح حدده إنه هيأذي عيلته لو ما عملش كده. نوح طلع من ورا أرثر وغزه حقنة فيها مادة بتشل الحركة في رقبته. المسؤول خلع، وقبل ما أرثر يفقد السيطرة على جسمه حاول يقاوم بصاع كهربائي بس نوح وقعه بسهولة. نوح انبهر إن أرثر لسه قادر يتحرك رغم إن الحقنة بتسري في دمه، وعشان يتأكد نوح غزه حقنة تانية. ماري مشيت ورا جهاز التتبع لحد ما وقف، وكانت هتتغذى بسكينة من نوح اللي كان مستنيها في الذرة. قدرت تفادي الضربة وتطير السكينة من إيد نوح بشالوت، واعترفت إنها بعد ما اتضربت منه المرة اللي فاتت راحت اتدربت وظبطت نفسها. نوح اتبسط لما سمع كده وقال لها إنه مش هيستهين بيها، وقامت خناقة طحن بينهم، ونوح عمال يتغزل فيها ويقول لها إحنا لاقيين على بعض لأننا إحنا الاتنين مقاتلين جامدين.
بعد دقايق من الضرب في بعض نوح وقع ماري وثبتها، وبدأ يرغي في قد إيه هو محتاجها تكون معاه وهو في نفس الوقت بيخنقها. بيقول لها انت هتبقي أسعد واحدة معايا، وهي أصلا بتفطس في إيده. ورغم إنها بتموت مخنوقة فضلت. منشفة دماغها وقالت له مستحيل أكون مع واحد زيك. وفجأة ماري لاحظت إن إيد نوح اليمين ضعيفة وممكن تستغل ده، راحت ضربها على إيده اليمين فخلاه يسيبها قبل ما تاخد خطوتها. طلعت تجري وكسرت اللمبة بواحدة من الحجارة اللي أرثر اداها لها. نوح ضحك وقال لها أنا ابن ليل وبحب الضلمة، وراح رامي حبل عشان يمسك ماري. شدها ليه، بس لما قربت اكتشف إن دي مش ماري الحقيقية، طلعت ماري تو. وقبل ما يلحق يرمش ماري تو عطته بوكس جابه الأرض وأغمى عليه. ماري ظهرت وشكرت ماري تو على الشغل العالي ده وقالت لها استلمي انتي نوح. ماري دخلت الأوضة اللي ورا عشان تنقذ أرثر اللي نوح كان راميه فيها، فحصت جسمه عشان تتأكد إنه سليم. وهي تسحب أرثر لبره، نوح طلع زي الزومبي بعد ما قدر يخلص من ماري تو، بس نوح كان متهالك ومش قادر يكمل ضرب، فقرر يستخدم لسانه وقال لماري إنها بتضحك على نفسها لأن سابع المستحيلات إنها تحب أرثر. وقال إن ماري عمرها ما حبت حد لأن الناس دايما كانت بتعاملها زي الكلب الأجرب. فجأة أرثر فاق وحط إيده على ودان ماري وقال لها ما تسمعيش لكلام العبيط ده. نوح اتصدم إن أرثر فاق بعد ما أخد حقنتين شلل. أرثر كان نص أعمى من تأثير الحقنة بس لسه واقف يدافع عن ماري. الموقف ده خلى قلب ماري رفرف وراحت نط على نوح وعطته الضربة القاضية. أرثر كمان طب ساكت وماري عادت جنبه واعترفت له بكل اللي في قلبها ومشاعرها الحقيقية. بعدين في المدرسة ماري كانت فاكرة إن أرثر مات لحد ما لقيته داخل المدرسة ودراعه متجبس. ماري اتخضت بس هو قال لها تهدى لأنه واخد أجازة مؤقتة من شغلانة الاغتيالات دي، وقال لها إنه دايما موجود لو احتاجت حد تتسند عليه. وزي العادة أرثر ظهر في الوقت المناسب وتحدى نوح وقال له أنا سمعت صوتك قبل ما يغمى عليا، بس نوح أنكر وقال له أنت بتهيالك. بعد ما نوح مشي أرثر حكى لماري على الحلم الجميل اللي حلمه وهو متخدر، وهو ده الحلم اللي سمع فيه ماري بتعترف له بحبها. وبما إن ماري طلعت اللي جواها، في أمل إن أرثر كمان يقر ويعترف في يوم من الأيام. وبعد كام يوم قاتل تاني دخل القصر، بس ماري كانت ليه بالمرصاد وعطته شلوت طلعته بره، وأرثر سقف لها. أرثر بذكائه الخارق فهم إن في حد خاين بيسرب معلومات من رجالته، وبنظرة مرعبة منه الخاين جاب ورا واعترف والحراس سحبوه من قفاه. ماري بقى كانت بتعاني عشان تخبي حبها لأرثر، وعشان ما يشوفش وشها اللي بيقلب طماطم مشيت بسرعة وقامت كسرت فازة غالية جدا. بس بدل ما يتنرفز أرثر قال لروي في وشه إن ماري أغلى عنده من الفازة. روي كان مخنوق إن ماري عمالة تعك كتير الأيام دي، وقال لأرثر إنه هيشيل ماري لو استمرت على كده. ماري اتجننت لما سمعت كده لأن علاقتها بأرثر هتطير لو عكت تاني. وهي قاعدة مكتئبة ماري تو ظهرت وشكلها جديد لانج، وقالت إنها عملت أبديت ومن ضمن التحديثات إنها بتحس لو ماري محتاجة مساعدة. طمنت ماري إنها معاها، وماري راحت فاتحة قلبها ومفضفلة للروبوت. ماري تو عملت سيرش على النت عشان تلاقي حل لمشكلة ماري. وبعد شوية ماري راحت أوضة أرثر ولابسة نضارة شمس عشان ما تبصلوش في عينه، بس أرثر بوظ الخطة وقلعها النضارة وبصلها في عينيها. ده خلى مؤشر الحب يضرب في السقف عندها. ماري تو حست بالخطر وراحت زقة ماري على أرثر وقالت له إن قلع النضارة ممكن يعمل إيرور. ماري كانت بتحاول تمسك نفسها لحد ما أرثر طلب ينام على حجرها تاني. ماري نطت من على الكنبة، وماري تو قالت لأرثر يبطل يطلب طلبات معينة من ماري وقالت له يطلب حاجات سهلة. فأرثر طلب من ماري تقوله إنها بتحبه. الحوار ده كان سهل على ماري زمان بس دلوقتي بقى تقيل. ولما ماري تو حست إن ماري هتبوظ الدنيا زقتها بره الأوضة. ماري حكت لماري تو على المصيبة واعترفت إنها وقعت في الحب لشوششتها وده مبوظ سيستمها. ماري 2 أكدت لها الكلام وقالت إنها قرت على النت إن الحب بيضعف الإنسان فعلا، بس في نفس الوقت الحب ده بيديك قوة جبارة. ماري عيطت من كلام الفلسفة بتاع ماري 2 وشكرتها. ماري اقتنعت إنها بقت صاحبة ماري 2 وراحت تعتذر لأرثر. دخلت الأوضة وقبل ما تنطق أرثر هو اللي اعتذر، وفي ثانية ماري لقت نفسها بتسيح في حب أرثر. ولما كان هيحضنها والدنيا هتحلو البلطجي بتاع الصبح اقتحم الأوضة وبوظ اللحظة. ماري طلعت عفاريت الدنيا والدين وكانت بتغلي من جواها، ومن غيظها نزلت فوق البلطجي ده فرم. أرثر مسكها من وسطها وده خلاها تبتسم. أرثر شاف الابتسامة دي وطلع يجري بره الأوضة عشان يمسك أعصابه. دخل أوضته وهو متأكد إنه متيم بماري وبدأ يفكر إزاي هيتجوز حتة مكنة.
تاني يوم ماري اتصدمت لما روي ندح على ماري 2 وطنشها، وتاني يوم شارلوت جت تزورهم وماري لقت نفسها بره اللعبة، وماري 2 هي اللي متصدرة المشهد. ماري فهمت إن ماري 2 بتقرب من أرثر وهي بتتركن على الرف، وبدأت تشك إن أرثر بيخونها مع ماري 2 من وراها. الغيرة ولعت في قلب ماري، وكل ما أرثر يطلب منها حاجة تقول له روح لماري 2. غيرتها بقت مفضوحة لما مرضتش توصله للعربية، وراحت سبقتها وقعدت في العربية تستناه. وهم في السكة للمدرسة أرثر قال إنه عايز يروح الحديقة بعد المدرسة عشان يتفرج على الغروب. بدل ما تقول له يا ريت، ماري ردت بغيرة وقالت له الأحسن تاخد ماري 2 معاك. وبعد ما هبتت الكلمة دي أدركت إن مشاعرها سيئاها. لما وصلوا المدرسة ماري مرضتش تقف جنب أرثر، ونوح أخد باله، راح لها وسألها مالك يا بت. ماري اللي كانت محتاسة في مشاعرها ما لقتش حد تفضفض له غير نوح. قالت له إنها بتولع لما بتشوف حد مع أرثر، ونوح قال لها انت كده غرانة يا حلوة. نوح عطاها حل من الآخر وقال لها اخلصي من أي حد يقرب من حبيبك. بعد المدرسة ماري وقفت على الباب تستنى أرثر. السواق جالها وقال لها اركبي هروحك لأن أرثر هيروح الحديقة. هنا ماري افتكرت كلام أرثر، رمت الشنطة وطارت على الحديقة ولحقته وهو بيتهجم عليه من البلطجية. ماري روقت أول دفعة، وماري 2 طلعت من مخبأها وروقت الباقي. ماري 2 طلعت صواريخ من جسمها وطيرت البلطجية. أرثر انبهر وقال إن الأبديت بتاع ماري 2 جايب همه. ماري فهمت إن شارلوت وروي كانوا بيعملوا أبديت لماري 2، وعشان كده كانوا بيكرشوا ماري الأيام اللي فاتت. ماري ما كانش قدامها غير إنها تعترس لأرثر إنها كانت غيرانة. أرثر اتفاجئ بس شدها لحضنه وطمنها إنهم لازقة في بعض ومش هيسيبوا بعض. وبعد كام يوم السواق اتأخر، وماري قالت بس السواق ده هيتنفخ. بس الغريبة إن أرثر ما طيرش رقبته ولا عمله شاورما، ركب العربية هادي. وماري لاحظت إنه مش متعصب خالص. فجأة السواق قال لأرثر كل سنة وانت طيب، وماري اتخشبت لأن المفروض تتعدم عشان ما تعرفش عيد ميلاد الكراش بتاعها. أرثر بقى ما كانش طايع عيد ميلاده ده، لأن ده اليوم اللي محاولات اغتياله بتزيد فيه للضعف، وقال إن أحلى عيد ميلاد جاله لما أبوه ساب شغله وجاب له تورتة. ماري افتكرت إنها كانت بتفرح قوي لما حد يجيب لها تورتة في عيد ميلادها، فقررت إنها تعمل تورتة لأرثر لما يرجعوا القصر. أول ما وصلوا المدرسة بنات الفان كلاب بتاع أرثر هاجموا عليه بالهدايا، بس ماري صدت الهجوم. أرثر قالها رجعي الهدايا دي كلها. بعد ما أرثر مشي البنات أخدوا ماري على جنب وقالوا لها إحنا بنموت في أرثر. ماري اندمجت واعترفت لهم إنها كمان بتحب أرثر. أول ما عرفوا إنها بتنافسهم بقت العدو الأول ليهم وطلعوا يجروا وراها. لحسن حظها لقت أرثر اللي طرد البنات في ثانية. أرثر قال لماري روح انتي بعد المدرسة عشان أنا عندي شغل في اتحاد الطلبة. ماري طارت على البيت عشان تعجن التورتة، وهي غرقانة في الدقيق نوح طلع بوشه الرزل، مسكه في طعد كالعادة وبوظ لها التورتة قبل ما يخلع. وهو طالع خبط في ماري 2 اللي كانت بتطلع نار من الغيظ، ولما عرف إنها خطر طار من القصر. ماري خلصت التورتة وطلعت معجنة ومش حلوة، بس كانت متمسكة بيها. وهي ماشية ماري 2 خبطت فيها بالغلط، بس ماري ما شتمتهاش لأن التورتة أصلا كانت تقرف، وقررت إنها مش هتديها له لأن أرثر يستاهل حاجة أنضف من العك ده. ويا دوب هترميها أرثر ظهر وراها. ماري غيرت رأيها لما سمعت أرثر بيشتكي من يومه المهبب، وحاولت تفرحه واديته التورتة. وأرثر فعلا ابتسم لما شافها، أخد قطمة وكان هيجيله تلبك معوي، بس جاملها وقال لها تسلم إيدك دي تحفة. بعد كده أرثر ادى ماري فستان قمر تلبسه وبدلوا الأدوار، هو بقى الخدام وهي الهانم. عمل كل حاجة الخدامة بتعملها، وهو بيطبطب عليها بلطجي ظهر على الباب. أرثر ما ضيعش وقت وصعقه بالصعق اللي دايما مخبيه معاه. بلطجي تاني ظهر وماري قالت له استنى دقيقة. الواد الغبي استنى، وماري راحت لبست طقم الخدامة ورجعت نفخته. ماري حلفت لأرثر إنها هتفضل دايما في ظهره وتحميه من أي مصيبة. تاني يوم في المدرسة طالب قال لماري إن أرثر طاب ساكت، فطلعت تجري تشوفه. الواد ضحك عليها ودخلها نادي الروبوتات، وفي ثانية لقت نفسها متكتفة ومربوطة مع شوية مهابيل بيسموا نفسهم عشاق الروبوتات. قعدوا يتغزلوا في صناعتها وقالوا إنهم هيفككوها حتة حتة عشان يشوفوا بتشتغل إزاي. ماري عرفت إنها في ورطة وبدأت تفكر هتخلع إزاي من المصيبة دي، بس العيال دول كانوا مكسوفين جدا ومحدش فيهم جاب الجرأة يقلع بنت هدومها. ماري لما لقيتهم شوية هبل اشتغلتهم وقالت لهم إنها عندها نظام مضاد للجاذبية في رجليها بيخليها تطير، وقالت لهم فكوني عشان أوريكم الأوبشن ده بيشتغل إزاي. العيال من هبلهم وانبهارهم فكوها من العمود بس سابوا إيديها مربوطة. ماري حاولت تهرب بعد ما اشتغلتهم بس اتلموا عليها وكتفوها تاني، ويا دوب لسه هيقلوا أدبهم أرثر نزل عليهم زي الصعقة وأنقذها. الدنيا كانت تمام لحد ما ماري أخدت بالها إن هدومها الداخلية باينة، وعشان تداري الكسفة دي ألفت حجة عبيطة.
عملت فيها هنجت وقالت إنها مش فاكرة أرثر أصلا. أرثر أخدها البيت وقال لروي اللي اتصدم وقال هي البت دي بتلعب إيه بالظبط. قبل ما روي ياخد ماري يفرمتها، أرثر قال له سيبها لي أنا هظبطها وأخليها تفتكرني. أخدها على جنب واشتغلها وقال لها إحنا عندنا نظام رومانسي كده بنمشي عليه، زي إننا نمسك إيد بعض وكده. بعد ما عمل كل اللي قال عليه، أخد ماري البلكونة وقال لها غمضي عينيكي. ماري افتكرت إنه هيبوسها، بس فتحت عينيها لقت أرثر زعلان جدا لأنه جرب كل حاجة وهي لسه مش فاكراه. ماري حست إن أرثر هيدخل في اكتئاب، فقالت له بسرعة إنها شغلت وضع الحبيبة وده رجع لها الذاكرة. وكده الاتنين رجعوا لحالتهم العبيطة المكسوفة ومستنيين اللحظة المناسبة يعترفوا لبعض. بعد كام يوم مدرسة أرثر وميري اتقلبت لأنهم داخلين مسابقة رياضية ضد المدرسة المنافسة ليهم برينيال هاي، واللي هيخسر هيدمج مدرسته مع الكسبان واسم المدرسة هيتغير. الرهان كان تقيل قوي بالذات لأرثر لأن المدرسة دي ورث أبوه. فماري قررت إنها تخليه يكسب مهما حصل. وهي بتجهز واد حليوة من المدرسة التانية جالها قال لها أنا دارل الأنتيم بتاع أرثر. وماري شكت فيه لحد ما بنات الفان كلوب أكدوا كلامه وعينيهم بتطلع قلوب. ماري كانت لسه شاكة، بس لما دارل قال لها إن أرثر بيكره الفلفل الأخضر صدقته وبصمت له بالعشرة. قالت له إن أرثر هيلعب في بطولتين، وقبل ما تكمل كلامها شكرها وفص ملح وداب. بعد ما ماري أخدت خبطة محترمة بكورة حديد من إيمي اللي في الفان كلوب، طلعت تجري عشان تشوف الهار وهو بيلعب مسابقة ركوب الخيل. لما وصلت لقت بنات الفان كلوب لابسين ودان حصان وبيقولوا يا ريت أرثر يركبنا إحنا بدل الحصان. ماري عملت عبيطة وما سمعتش حاجة، وشافت روي وماري تو وعمة أرثر وعمه قاعدين بيهيصوا في المدرجات. السباق بدأ وأرثر كان بينط الحواجز بشياكة وكان شكله شبح. ماري والكل كانوا دايبين فيه لحد ما واحد مستخبي في الجمهور ضرب كور حديد صغيرة على حصان أرثر. الحصان اتكعبل وأرثر طار في الهواء والجمهور كله حط إيده على قلبه. ماري 2 في ثانية عملت سكان للجمهور وحددت القناص زي الطيارة الآلية. أرثر قام وهو بيبتسم وطمن الناس إنه زي الفل. بعد ما سلم الحصان للدكتور، أرثر دخل الكواليس وهو بيسكت ووقع على الأرض من خيبة الأمل. ماري جريت عليه تواسيه وهو وراها الكرة الحديد وقالها إن دارل هو اللي عمل كده. ماري بقها فضل مفتوح لأنها فاكرة إن دارل ده صاحب عمره. أرثر ما كانش عايز يحكي، بس ماري مسكت إيده وقالت له فضفضلي، أنت سرك في بير حتى لو البير ده من حديد. بعد تردد أرثر قال لها إنه عرف دارل وهم في ابتدائي، وزي بالظبط دارل برضه ابن غير شرعي. ولما كانوا صغيرين أرثر كان بيتضرب ويتهزق وما كانش عنده صحاب وما كانش راضي يقول لأبوه عشان ما يزعلوش. في يوم في حصة الرسم دارل رحاله وقال له أنا كمان بنضرب، إيه رأيك نبقى أصحاب؟ أرثر الغلبان صدقه وبقوا أصحاب. بس في يوم قبل حفلة مزيكا مهمة ورقة النوتة بتاعت أرثر اختفت وبقى متوتر جدا. دارل عطاله عصير عشان يهدي أعصابه، بس أول ما أرثر طلع على المسرح أغمى عليه قدام البيانو وبوظ الحفلة. دارل طمنه وقال له أنت بس مجهد، وأرثر المأنتخ صدقه. بس في يوم وهو رايح يدي لدارل هدية، أرثر سمع إن دارل أصلا بيكرهه وهو اللي خطط لكل المصايب دي، وأرثر اتدمر نفسيا. لما ماري عرفت الحقيقة وشها قلب جاك تشان وراحت طلعت غلها في شجرة وحلفت لتجيب حق أرثر. وعشان تعمل كده قررت تلعب مكانه في الماتش الأخير، لعبة شيل على الظهر. بس المشكلة إنها ما عندهاش فريق، وهي بتفكر اتصدمت لما سمعت صوت نوح المرعب بيعرض عليها يعملوه فريق سوا. رفضت فورا وراحوا المكان مقطوع، لقوا ماري 2 بتعجن الولاد اللي بوظوا سباق أرثر. طلع إن نوح اتفق مع ماري 2 يمسكوا العيال دي، وده خلى ماري تراجع نفسها في قرار إنها تفرم نوح. ماري حكت لنوح قصة أرثر ودارل وإنها هتروق دارل ده، فعملت فريق مع نوح وشوية عيال من المدرسة. وبنات الفان كلاب برضو عملوا فريق عشان يدافعوا عن اسم المدرسة. دارل راح يستفز ماري عشان إصابة أرثر، بس هي بصت له باحتقار وحلفت لتكسب الماتش. الماتش بدأ وبنات الفان كلوب طيروا فرق كتير بحماسهم المرعب، بس دارل وفريقه كانوا أقوياء ووقعوا كل مدرسة أرثر ما عدا فريق ماري. ماري بسرعة طيرت واحد من المنافسين وبقى قدامها دارل وفريقه بس. دارل لما لقى الدنيا بتوسع منه ضرب فريق ماري بالكور الحديد في السر عشان يوقعهم. وقبل ما يقعوا على الأرض نوح زق ماري زقة أخيرة وهي طيرت دارل وشالته كلهم لوحدها. دارل لما شاف وشها اترعب وفاهم إنها كشفته، فحاول يشتغلوها تاني، بس هي شتمته وقالت له يا كداب ودمرت فريقه وكسبت النهائي. بعد ما عرف إن أرثر فقد الثقة في الناس، دارل فرح وقال لنفسه إن أرثر ده عمره ما ينفع يبقى وريث. ماري كانت هتديله بالبوكس، بس أرثر سبقها وعطاله بوكس خلى المدرسة كلها تتصدم لأنهم كانوا فاكرينهم حبايب، وبسبب البوكس ده المدرسة فهمت إن أرثر ودارل عمرهم ما كانوا صحاب. أرثر فضح دارل وكال إنه بيغش، وماري تو جابت العيال يعترفوا عليه. دارل
داريل حاول ينكر بس اتصدم لما أرثر طلع له أدلة من أيام ابتدائي، والأول مرة أرثر واقف للبلطجية، وداريل كان هيعملها على نفسه لما عرف إن أرثر الضعيف بتاع زمان مات وما بقاش ينفع يتلعب معاه. بعد ما هدد داريل، أرثر طمن على ماري وهي قالت له إنها طايرة من الفرحة عشان هو بقى قوي وبياخد حقه، بس أرثر بكل رقة قال لها إن قوته دي بيستمدها منها. ماري وشها جاب ألوان من جوه، وأرثر شكرها إنها دايما واقفة جنبه. وهم بيبصوا لبعض في رومانسية. ماري تو سحبت داريل عشان تعمله كفتة. بعدين آرثر شكر زمايله وبنات الفان كلاب على وقفتهم معاه، والأول مرة من زمان ضحك لهم ضحكة من القلب خلت البنات يغمى عليهم الحلاوة. بعد حوار المدرسة بأيام، روي اتفاجئ لما لقى آرثر بيعزف بيانو لأنه بقاله قرن ما عزفش. ماري اللي كانت شغالة في الجنينة مع ماري تو اتفاجئت برضه، وماري تو قالت إن عزف آرثر معناه إن نفسيته مرتاحة ومبسوط. بعد امتحانات الترم الكل كان بيهيف عشان اجازه الصيف ما عدا ماري اللي سقطت بامتياز. المدرس قال لها لازم تمتحني ملحق كمان يومين. بعدين آرثر خطف ورقتها وبغباء استنتج ان الروبوتات فرمطوا دماغها ومسحوا مناهج الدراسه، وكان خايف لان امتحانات الملاحق دي صعبه واللي بيسقط بيطرد في ساعتها. آرثر قال لها خلي روي ينزلك الداتا تاني، بس هي قالت له ده هياخد اسبوع تسطيب. آرثر اتزنق وقرر يذاكر لها هو، وطلب منها تقابله في المكتبة. وهي رايحة المكتبة خبطت في نوح واتصدمت انه عارف بفضيحتها بسبب المدرس الفتان. نوح عرض يذاكر لها بس هي مسكته من قفاه وقالت له انطق. حطت فخ ايه لآرثر، كانت فاكرة انه مجهز مصيبة لآرثر في المكتبة. نوح حلف 100 يمين انه مش ناوي على حاجة، بس اعترف ان طرد ماري هيسهل عليه يخلص من آرثر. وهما بيتخانقوا آرثر والطلبة دخلوا وشققوا لأن المنظر كان باين إن ماري بتقلع نوح هدومه. ماري بكل برود قالت أنا بس بوريه بقع في هدومه، وآرثر صدقها في ثانية. نوح طلب يذاكر معاهم وآرثر وافق وهو متضايق، والمفاجأة إن نوح حط إيده على كتف ماري ومشي. في المكتبة آرثر بدأ يشرح لماري بس هي ما كانتش مجمعة لأنه كان قريب منها قوي. نوح حس إنها متوترة وعرض عليها ملزمة المراجعة، بس الصدمة إنه طلع ملف فضايحها القديم. نوح اعتذر بهزار وماري عارفة إنه بيستعبط وبيغيظها. أخدت بالها إن آرثر بيبصلهم بشك فقالت له بسرعة ده نوح بيهزر. نوح كمل رخامة ومد لآرثر ورقة. قبل ما يمسكها ماري نطت زي النينجا وخطفتها، بس اتفاجأت إنها ورقة فاضية واتغاظت جدا. بعدين نوح طلع وقال لماري تعالي نلف في الكتب. ترددت بس راحت معاه يمكن ينفعها وتنجح. وهي ماشية آرثر زنقها في رف الكتب كأنه عايز يقول لها حاجة، بس تبن في الآخر وسابها. وماري رايحة ترجع الكتب، آرثر شكر نوح إنه بيساعدها. نوح اتنفخ وقال لآرثر أنا عارف عن ماري اللي ما تعرفوش. آرثر اتعصب وقال له مستحيل، أنا معاها ليل نهار. نوح قرب منه وقال له تحب أقولك أسرارها، وده خلى آرثر يغلي. ماري رجعت لقيتهم بياكلوا بعض بعينيهم. حاولت تفك الاشتباك بس اتكعبلت، وقبل ما تقع الاتنين مسكوها من دراعها. بالليل روي وماري اتنين قعدوا فوق دماغ ماري عشان تذاكر، ورغم كل ده جابت مقبول بالعافية في الامتحان وطلعت تجري من الفرحة عشان هتكمل مع آرثر. آرثر قابلها في النص وكان هيموت ويعرف عملت ايه. ارتاح جدا لما عرف انها نجحت وحضنها، وكان يتمنى هو اللي يكون ذاكر لها. ماري فهمت ان آرثر بيغير من نوح، وبعد الحضن آرثر قالها بفرحة انهم هيطلعوا يصيفوا في جزيرة. الاسبوع اللي بعده الشلة طلعت تصيف في جزيرة مع شارلوت وجوزها كارل. نوح لزق فيهم وقال لماري انا وراكي، وعزم بنات الفان كلاب كمان عشان الهيصة. روي حذر ماري تفتح عينيها، وآرثر كان مخنوق لما شاف إيزابيل بنت شارلوت وكارل بتجري عليه، بس كارل سحبها قبل ما توصله. في الناحية التانية ماينارد كان بيطبخ مصيبة جديدة في الجزيرة، شغل روبوت عملاق وبعته على آرثر. روي اتصدم لما شافه وافتكر ان الروبوت ده اتصنع مع ماري تو، واستغرب ايه اللي جابه هنا. وماري تو قالت له ماينارد هو اللي ورا الحوار ده. ماينارد اعترف بكل بجاحة انه سرقه من الشركة، وروي استوعب ان امن الشركة ده شوربة. لو واحد زي ماينارد يقدر يسرق روبوت بالحجم ده. الروبوت مشي يكسر في الغابة ورايح لآرثر وماري. بأمر من روي، ماري تو طارت في الهواء ومسكت الروبوت ولفته ورمته على الأرض. روي قال لماري خدي آرثر واخلعه لحد من الروبوت ده يقوم. الروبوت قام وضرب ماري تو وبوظ لها نظام الطيران، بس هي كملت ضرب. ماري وآرثر دخلوا كهف، وماري تو وقعت الروبوت على باب الكهف. طلعوا من فتحة تانية قبل ما الكهف يقع ويسد طريق الرجوع للبحر. الاتنين وشهم جاب ألوان لما لقوا نفسهم لوحدهم. بطن ماري صوصات، وآرثر لما سمعها قال بس دي محتاجة تشحن بطارية. ماري قالت له احنا لازم ندور على أكل، بس آرثر بكل فخر طلع لها حبة حجارة قلم عشان تشحن. ماري قعدت تمصمص في الحجارة وهي بتتسلق نخلة عشان تجيب جوز هند لآرثر. آرثر كان محتاس هيفتحها ازاي، بس اتفاجئ ان ماري شقتها نصين بإيدها.
دخلوا الغابة يدوروا على فاكهة وخضار، وماري لقت خضار فكرها بأيامها الحلوة مع أهلها. الدنيا كانت زبادي في الخلاط وهم عايشين، بس بعد ما ابوها مات في حادثة امها اتجوزت على طول وما بقتش تقعد في البيت. ماري اتسابت لوحدها. وكانت بتاكل من الزبالة عشان تعيش. ورت أرثر العشب وقالت له كنت بجمعه زمان. أرثر استغرب فقالت له بسرعة أنا كنت شغالة مكنة قص حشيش عشان يقفل على الموضوع. أرثر سأل نفسه هو البت دي ملهاش كتالوج عشان يفهمها؟ ماري راحت ناحية البحر وأرثر جري وراها فاكرها رايحة تصطاد سمك. قال لها ما تتعبيش نفسك وفكرها إن المية هتبوظ الروبوتات. في الحقيقة ماري راحت هناك عشان تفتكر حياتها معاه وطمنته إنها زي الفل طول ما المية ما جاتش على دماغها. وفجأة المطرة مطرت وأرثر قلع قميصه وضراها بيه وجريوا يستخبوا. المكان كان ضيق ولزقوا في بعض وماري كانت مكسوفة. فجأة أرثر حضرها وهو ملط من فوق واعتذر لها إنه بوظ المصيف واعترف إنه معزمش عمه وعمته. ماري بعدت وقالت له ما حصلش حاجة. اعترف إنه بيحبها ورغم إنها قالت له الروبوتات ما بتحبش كانت هتموت وتقول له الحقيقة. كانوا هيبوسوا بعض في اللحظة دي بس ماري 2 دخلت عليهم قطعت الخلف. ماري 2 شالتهم زي الطيارة ورجعتهم للباقيين، والكل ارتاح ان ارثر سليم ما عدا ماينارد اللي كان متغاظ زي اللي خسران في ماتش. نوح قال ان الروبوت فشل عشان اللي بيسوقوا حمار. ارثر كان مبسوط انهم هيروحوا، بس ماري كانت تتمنى يقعدوا شوية كمان. بعد المصيف خلص مهرجان الالعاب النارية بتاع الخريف قرب والطلبة كلهم مستنيينه. ماري سألت ارثر هيروح ولا لا، بس قالها مش هينفع عشان شغل اتحاد الطلبة وكان يتمنى يتفرج معاها. بعد اعترافه في المصيف بقى محتار وهي كمان كانت تتمنى يتفرجوا سوا. لما شافت بنات الفان كلوب بيضحكوا حست بالوحدة لأنها ما عندهاش صحاب وهم بيفتكروا أيام المصيف. ماري كانت مستخبية وتتمنى لو تنضم ليهم. قررت تتشجع وتصاحبهم وراحت جابت لهم بسكوت محروق كعربون محبة. في خيالها كانت فاكرة انها هتديهم البسكوت وهم هيفرحوا ويصاحبوها، بس بعد الخيال ده خافت ورجعت تتدرب تاني. فجأة نوح طلع لها وقال لها أصاحبك أنا. أخد بسكوتة محروقة وكان هيرجع وقال لها دي أقوى من السم. حذرها إن البنات دول ولاد زوات ومش هيقبلوها، بس ماري قالت له أنا بتدرب على دور البنت الغنية. ماري راحت للبنات بلبس غالي وعرفتهم بنفسها على إنها بنت أكابر وقالت لهم هواياتي اني بشيل حصنة وبيانو. ولما لقت الشاي بتاعهم سادة حطت فيه بودرة بروتين. البنات اتعصبوا وقالوا لها انتي نصابة وطردوها. نوح كان متوقع ده ومستنيها. سألها هتستسلمي؟ قالت له لا وراحت كاتبة جواب اعتذار لرئيسة النادي بريجيت. قالت لنوح إنها حطت الجواب في دولاب بريجيت مع هدية صغيرة. لما بريجيت لقت الجواب ماري ونوح استخبوا وراقبوا. البنات افتكروه جواب غرامي بس بريجيت قعدت تعطس بهستيريا أول ما فتحته. الهدية كانت نبات البرسيم وبريجيت عندها حساسية منه. اتعصبت جدا وافتكرت إن ماري بتتريق عليها. بعدين مدرسة الفصل اتعصبت لأن حد كسر فازتها المفضلة وقالت إن اللي كسرها يقعد ينظف بعد المدرسة ومحدش هيمشي لحد ما حد يعترف. ده معناه إن الفصل كله مش هيحضر الألعاب النارية. نوح قرر يشيل الليلة رغم إنه بريء، بس قبل ما يتكلم ماري سبقته واعترفت كذب. بعد الفصل نوح سألها انت استسلمتي؟ قالت له اه. قالت له انها كانت عايزة صحاب تتفرج معاهم وبما انها فشلت مش عايزة تبوظ الليلة على الباقيين. العيال اللي كسروا الفازة بجد كانوا واقفين بره بيتريقوا على ماري وبيقولوا عليها عبيطة لانها شالت الليلة. نوح قفشهم والعيال هددوه يسكت. الواد ابو مناخير تجميل هجم على نوح بس نوح فداه وعطاله بوكس وقالوا ده دفاع عن النفس. بعد ما وقعوا نوح حذرهم ما يتنمروش على ماري تاني. العيال رجعوا الفصل ينظفوا واعترفوا بجريمتهم وهم بيغنوا زي المسرحيات. بعد كده والطلبة متجمعين للألعاب النارية ماري قررت تحاول تصاحبهم تاني. نوح عطاها كام نصيحة وزقها. ماري قررت تبقى بطبيعتها ورمت باروكة البنت الغنية. سألت البنات ينفع نبقى أصحاب؟ بريجيت رفضت في وشها قالت لها احنا عمرنا ما هنبقى أصحاب وماري زعلت بس خبت. بريجيت قالت لها بس أنا بحترم حبك لأرثر وحتى لو مش صحاب ممكن نتفرج على الألعاب سوا كضراير منافسين في الحب. ماري فرحت وبريجيت قدمت نفسها صح. البنات قالوا لماري انهم عرفوا انها كدبت في حوال الفازة وقالوا للمدرسة الحقيقة. ماري اتأثرت جدا بس حاولت تمسك نفسها. راحت تشكر نوح بس وهي رجعت كعبلت. نوح مد ايده يمسكها بس أرثر ظهر ومسكها الأول. أرثر قرر يحضر الحفلة وطلب ينضم ليهم. بريجيت وافقت وهي بتسرح بخيالها معاه. الألعاب بدأت والطلبة قعدوا يهيصوا. ماري كانت مبسوطة وبتبص لأرثر ونوح كان مبهور بجمال ماري وبيراقبها من بعيد لحد ما بنتين قطعوا عليه فخلع بسرعة. بالليل روي قال لماري انه مسح كل ماضيها واداها آخر شوية حاجات تفكرها بماضيها
وقال لها بصي عليهم لآخر مرة. بعد ما مشي افتكرت الألعاب النارية وإن ماري تو كانت صاحبتها الوحيدة، بس دلوقتي معاها بريدجت والبنات وده مفرحها. نامت، بس ورقة من الحاجات طارت من الشباك ووقعت قدام آرثر اللي اتصدم لما شافها. تاني يوم ماري وهي بتقدم الفطار بتحكي لماري تو عن الحفلة، وفي نفس الوقت آرثر قالب الدنيا بيدور على معلومات عن ماري ومش لاقي. كل اللينكات اللي في الورقة بتدخله على ناس تانية. تصرفاته الغريبة خلت روي يشك إن آرثر عارف سر ماري. روي وماري تو اتجمعوا وقالوا أكيد معرفش حاجة لأنه ما أخدش باله قبل كده. روي قال لهم إحنا مكبرين الموضوع وقرروا يطنشوا، بس آرثر قرر يراقبها بنفسه، وبما إنها إنسانة أخد معاه مطوح احتياطي وفضل طول اليوم يمشي وراها. شافها بتمسك نحل بإيدها وبتشيل صناديق تقيلة، وده خلاه يشك إنها إنسانة. وهي شايلة الصناديق قابلت الحراس اللي أنقذتهم وطلبت منهم يخلوا بالهم من آرثر. بعدين آرثر اتصدم لما شافها بتشرب من جيركن زيت مع ماري تو وهو ما يعرفش إن بتاعها فيه مية. اتأكد إنها روبوت بجد وإن حد رماله الورقة دي عشان يشتغلوا. بعدين وهو بيعزف بيانو شكر ماري إنها دخلت حياته وقال لها أنا بعزف تاني بسببك، وقال لها أنا بثق فيكي عشان الروبوتات ما بتعرفش تكذب. وش ماري نور من الفرحة، ولما آرثر لف اتخشب مكانه لأن ابتسامتها كانت بشرية قوي. مسك دراعها وحس بنبض ضعيف، وده كان كفاية يأكد له إن ماري إنسانة لحم ودم. وش آرثر قلب ألوان وطلع المطواه، كان باين إنه هيأذيها، بس بدل كده رمى المطواه من جنبها وغز بيها بلطجي كان وراها. بعد ما البلطجي وقع آرثر وقع على الأرض ومش مستوعب. ماري طلعت إنسانة، بس هي أنقذته كتير ودايما واقفة في ظهره. آرثر قابلها زي ما هي وطلب يحضنها. ماري حضنته وهي مش فاهمة وفاكراه تعبان. آرثر سمع دقات قلبها وكل اللي كان حاسس بيه ناحيتها بقى منطقي. بعدين آرثر فضل يراقبها من بعيد وهو متأكد إنها عمرها ما هتأذيه. وسمع ماري وروي مرعوبين عشان الورقة اللي ضاعت، وزعل قوي لما عرف إن روي ناوي يمشيها لو اتكشفت. ماري وافقت بكل هدوء وده فاجئ آرثر. قالت إنها مش عايزة توجعه بالكذب زي دارل وهتمشي لو عرفت الحقيقة. روي كمان قال إنه عايز يعترف لآرثر ويعتذر له إنه خانه. آرثر خلع بسرعة لما سمع ماري تو جاية. ماري تو عطتهم الورقة اللي ضاعت وقالت لهم لقيتها في الجنينة. ماري وروي أخدوا نفسهم. آرثر كان هو اللي سايب الورقة هناك عشان ما يفقدش ماري. آرثر بيحبها قوي وقرر يحمي سرها ويكمل في المسرحية دي معاها. شكرا إنكم كملتوا للآخر، وما تنسوش تكتبوا حكاية مسكرة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا أبطال الأنمي.